وعلى غير المعتاد يقوم بعض حراس المرمى بتصديات خرافية للكرة، وهو ما سوف نستعرضه خلال هذا الفيديو. تصد خرافي هنا من الحارس لضربة الجزاء، حيث قام بالتصدي لها بقدمه وهو ملقى أرضا. ظن هنا نوافنو بعد اندفاعه بأنه قد تسرع بضياع الكرة من يده، ولكن الحظ له رأي آخر. بثقة كبيرة هنا يلعب غريزمان الكرة، ولكن ثقة حارس المرمى وقدرته أعلى بكثير. وهذا من أجمل التصديات على الإطلاق. كيف قام حارس المرمى بالتصدي لكرة رونالدينيو 3 مرات؟ قام هنا حارس المرمى بالتصدي لركلة الجزاء بطريقة غريبة، حيث قام بتشتيت ذهن اللاعب بهذه الطريقة. كانت صدمة هنا لكريستيانو رونالدو بعد أن قام حارس المرمى بالتصدي لكرته بسهولة تامة. حتى وإن كانت الكرة قوية فلن تخرج من قبضة يد كاسياس. وبسرعة بديهية هنا يقوم بوفون بإنقاذ شباكه من دخول الهدف. تنقذ العارضة هنا الحارس من الهدف في المرة الأولى، ولكن المرة الثانية هو من يقوم بحماية شباكه. وبطريقة أكثر من رائعة هنا ينقذ حارس المرمى شباكه من لدغة رونالدو. ليس هذا فقط، وإنما قام بالتصدي لأكثر من كرة. ونختمها هنا مع هذا التصدي الرائع من كافة الاتجاهات ولأكثر من تسديدة. بالفعل يفعل كل حراس المرمى ما بوسعهم لإنقاذ فريقهم من احتساب هدف عليهم ولحماية شباكهم. أعزائنا متابعي قناة متع عقلك رياضة، أخبرونا عن تقييمكم للفيديو وما أفضل لقطة بالنسبة لكم، مع العلم